السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا النهاردة هنحضر معاكم أحلى غدي. جبت سيرة ملوحة كان نفسي فيها من زمان. هنعملها النهاردة على الغدي. أول حاجة هقلي شوية شطة عشان نعملهم مع الملوحة، وبعدين هنجهز الملوحة مع بعض. بس سيرة ملوحة من الآخر والله حلوة خالص، أحلى أكلة في الشتي. جبتها ب20 جنيه، سيرة حلوة يعني وكويسة كده تكفينا يوميا. هقلي شوية الشطة دول وبعد كده هنجهز في الملوحة مع بعض. يا ريت اللي يشوف الفيديو يكمل الآخر ويحط لايك ويشترك في القناة. أنا لي فترة ما نزلتش، يعني لي تقريبا أكتر من شهر ونص ما بنزلش فيديوهات. يا ريت تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتنوروني. خلاص بنقلي في الشطة. خلاص الشطة حمرت، وأخيرا بنطلعها في الطبق، وبعدين هنشوف مع بعض سيرة الملوحة. شايفين أهزلت الملوحة، نضفتها وشلت القشر منها لا وغسلتها كويس. وبعد كده هجهز لها الحاجة اللي هحطها فيه. هعملها بطماطم. حطيت طاسة على النار وحط فيها واحدة طماطماية أو طماطمتين زي ما عايزين. وبعد كده هحط فيها سيرة الملوحة. احنا طريقتنا كده في الملوحة، نجيب الطماطم وبعدين نحط عليها سيرة الملوحة ونطيبها كده، نخليها كده تستوي كده دقيقتين. وبعد كده نحط عليها التوابل، ملح وكمون وكزبرة، ونحط عليها طحينة، وبنحط عليها ليمون، وبعدين بنضربها في الخلاط. خلاص شايفين بقيت كيف يا جماعة؟ دابت كده وبقت حلوة خالص والله، طعمها جميل، جربوه مش هتندموا والله. من الآخر خطيرة خالص. احنا هنتغدى بيها يومين، يعني مش هناكل فيها يوميا. بحط الطحينة وبعدين هضربها في الخلاط. تعالوا اتغدوا معاني. تفضلوا معانا يا جماعة. خلاص هنتغدي، وعندنا بصل اخضر وعندنا جرجير وبرضو عندنا مخلل. ما تنسونش في المتابعة، وإن شاء الله أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.